مشاهدينا الكرام، أرحب بكم من جديد في هذا البث المباشر أكيد عبر قناتكم قناة إيكوزيون في الركن السياسي. مشاهدينا الكرام، كالعادة إيكوزيون مباشر دائما يواكب الحدث بعد اختتام الحملة الانتخابية. دخلت الجزائر في مرحلة الصمت الانتخابي تمهيدا لرئاسيات 7 سبتمبر 2024 بحول الله. إذن على التنازل للانتخابات الرئاسية يفصلنا حوالي 48 ساعة. إذن مشاهدينا الكرام، للحديث عن كل هذه النقاط أسعد جدا بحضور معي سيد حبيب أحمد، ناشط سياسي وجمعوي. أهلا وسهلا بكم سيدي. مرحبا بك. كما أسعد جدا بحضور معي محمد حسن سعيداني، ناشط سياسي وجمعوي. أهلا وسهلا بكم. شكرا للاستضافة. نعم، مرحبا بكم. كما يحضر معي عبر الهاتف الأستاذ موسى بودهان، أستاذ جامعي ومحلل سياسي. أهلا وسهلا بكم. مرحبا أستاذ. نعم، نبدأ معك أستاذ بودهان. نعم. نعم، أهلا وسهلا بك سيد أستاذ بودهان. حبذا لو نبدأ بالشق القانوني، الصمت الانتخابي، ما هو مسموح وما هو ممنوع؟ نعم، قبل تفضل. يعني ضوابط بالصمت أو الصمت هذا ولا يقتضي. أعتقد أن القانون هذا الصمت أو الصمت، وكذلك أن ثمة الانتخابات يدخل الفقه المسلم وفقه الصمت أو الصمت، خصوصا مادة من الدستور ومادة أصل مادة مسلم أما اسمه المتعلق بالانتخابات، كذلك مادة 24 منها ذلك أن الفرع لأنه باستثناء حالة المصرع تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل 50 يوما بالتاريخ وتنتهي قبل تاريخ الساعة. هذه كما ذكرت التنازل المنقطع في أستاذ تسمعوني؟ أسمع. يعني المكالمة شوية رديئة، نعود نتصل بك لاحقا بحول الله. الآن أستاذ انقطعت نعم المكالمة، نتصل به لاحقا بحول الله. عودة ليك سيدة حبيب أحمد، ناشط سياسي وجمعوي. يعني قمتم بحملات تحسيسية بغية يعني إنجاح بحول الله الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 7 سبتمبر يوم السبت المقبل. يعني قمتم بعدة خرجات وحملات تحسيسية، كيف كان احتكاككم مع الشباب؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نشكر قناة إيكوزيوم على الاستضافة، وهذا يعد دعم وسند لمختلف شرائح المجتمع الشبانية. بالنسبة للخرجات تاعنا كناشطين جمعويين وسياسيين، كانت بالاحتكاك المباشر بفئات الشباب عن طريق الاحتكاك بهم في مباشرة في الأحياء. نعم. أو في دور الشباب أو المقاهي، المهم في الأماكن العمومية اللي يتواجد فيها الشباب. نعم. الطرح نتاعنا كان طرح بسيط وصريح مع الشباب الجزائري اليوم. كما نعلم ويعلم الكل كذلك، راهو كامل شباب واعي وعلى باله بالشيء اللي في صالحه والشيء اللي مش في صالحه. الاحتكاك تاعنا كان بسيط ومبسط، شرح برامج المعتمدة والآليات المعتمدة من طرف الدولة في شقين كناشطين احنا جمعويين. الشق الأول ركزنا على الجانب الشغل. بالنسبة للشغل اللي هو الاهتمام الأكبر ويدي
الحصه الكبرى بالنسبه للشباب الجزائري. شرحنا الاليات المعتمده من طرف الدوله الجزائريه واللي هي تصب كاملها في صالح الشباب الجزائري. أكيد. ركزنا على مجموعه من المحاور. المحور الاول ركزنا على برنامج الادماج اللي معتمد من طرف الدوله. الحمد لله الدوله الجزائريه اليوم راهي دمجت اكثر من 700 الف شاب. جميل. كانوا في اطار جهاز المساعده للادماج المهني، وهذه نقطه ايجابيه صراحه. النقطه الثانيه اللي هو المشروع المعتمد من طرف الدوله، برنامج منحه البطاله. بالرغم من انه فيها مجموعه من النقائص اللي رفعناها من الشارع مباشره واللي تصب في صالح الشباب، هذه الانشغالات احنا راح نوجهها كرساله مباشره للرئيس القادم بحول الله. بحول الله. نعم. تتعلق بتحسين الشروط الخاصه بالاستفاده من منحه البطاله. مثال شروط التامين. نعم. يعتبر شرط تعجيزي، وهذا الشيء مش من عندنا احنا، هذا الشيء احنا رفدناه مباشره من عند الشباب وحبينا نلحقوه رساله مباشره بحول الله. نعم. بالنسبه للمطلب الثاني او الانشغال الثاني يتعلق بالسكن. والحمد لله اليوم احنا الدوله راهي شنت ثوره في مجال السكن. نعم. واحد لا ينكر ذلك الا جاحد. وبعد رئاسيات سبتمبر 2024 نظن باللي راهو الدوله عازمه على شن ثوره اكبر من الثوره الاولى اللي راح تكون بالنسبه للبرامج السكنيه في مختلف الصيغ ان شاء الله تكون، وان شاء الله احنا تكون الاستفاده تعم مختلف شرائح الشباب في المجتمع الجزائري ان شاء الله. بقى معنا سيد حبيب احمد الى جانب السيد محمد حسن. نعيد الاتصال مع الاستاذ موسى بودهان، استاذ جامعي ومحلل سياسي. اهلا وسهلا بكم سيدي. أستاذ أسمعكم. إذا أستاذ، بعد اختتام الحملة الانتخابية الجزائر دخلت في مرحلة الصمت الانتخابي. نبدأ بالشق القانوني أستاذ. الصمت الانتخابي، حبذا لو تعرفنا أكثر ما هو مسموح وما هو يعني ممنوع، وفق أي آلية يتم ذلك؟ أستاذ بودهان. نعم. قلت نطبق عليها نعم. في انتظار يعني المكالمة. سيد محمد حسن سعيداني، كونك ناشط سياسي وجمعوي، يعني حدثنا عن دوركم في دعم المشاركة السياسية. نعم. نعم. يحضر معي الأستاذ بودهان. نعتذر. نعم سامع. أستاذ أنت في الاستماع؟ ألو. نعم أستاذ. أستاذ. ألو. نعم. ألو. أستاذ أنت في الاستماع؟ نعم نعم. نعم أستاذ. إذا أستاذ فقط بعد اختتام الحملة الصدى كما يقال. نعم أستاذ، إذا بعد اختتام الحملة الانتخابية الجزائر دخلت في الصمت الانتخابي. بداية لو نتحدث عن الشق القانوني أستاذ، الصمت الانتخابي ما هو مسموح وما هو يعني ممنوع، وفق أي آلية يتم ذلك؟ هناك آليات تحدثت عنها لا سيما المادتان 73 و 74 نعم. من الأمر 21/01 المعدل المتم المتعلق بنظام الانتخابات. هاتين المادتين الأولى في الحقيقة منهما تقول بأن الحملة الانتخابية تكون مفتوحة قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل 3 أيام من تاريخ الاقتراع. وقد رأينا بأن الحملة الانتخابية بدأت في 15 أوت وانتهت يوم 3 سبتمبر منتصف الليل. ومدة الصمت أو الصوم الانتخابي بالتالي
ابتدأ حسابها يوم 4 و5 و6 سبتمبر من يعني الحال. فإذا في هذه الفترة، في هذه المرحلة المسماة بمرحلة الصمت أو الصمت الانتخابي، لا يمكن هذه الضوابط التي تبحثون عنها. أقول حسب ما تنص على مادة 74 من الأمر المتضمن القانون العضوي للانتخابات، قلت لا يمكن بأي إمكان ومهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في المادة 73. بمعنى الحملة الانتخابية التي تتضمن عادة القيام بالترويج لبرامج المترشحين، يعني تعليق صورهم، لاستخدام وسائل الإعلام المختلفة السمعية والبصرية والمكتوبة والإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، واستعمال اللغة العربية وغير ذلك من المسائل المتاحة، والاستفادة من وسائل الإعلام التي أشرنا إليها، وكذلك استخدام الاجتماعات والتظاهرات في الأماكن المحددة وفقا للقانون العضوي للانتخابات، وكذلك استخدام الطرق المتعلقة الطرق الإشارية سواء تجارية أو غيرها لإغراض الدعاية الانتخابية، ويعني الصبر أو نعم نشر وبث صبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين إلى غير ذلك، واستخدام داخل الدوائر الانتخابية التي تخصص فيها أماكن عمومية لإلصاق الترشيحات وتوزع مساحتها بالتساوي بين المترشحين، واستعمال أشكال أخرى للإشهار خارج المساحات المخصصة لهذا الغرض، واستخدام أماكن استعمال الممتلكات والوسائل التابعة للشخص المعنوي الخاص بالعمومي أو أي مؤسسة أو هيئة عمومية لإغراء الدعاية الانتخابية، وكذلك استخدام يعني هذا فيه منع الانتحال، استخدام أو استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها لإغراء الدعاية الانتخابية. وطبعا إلزام كل مترشح بأن يمتنع أو يقلع عن أي حركة، وهذه الحقيقة التدابير والإجراءات والضوابط المتعلقة بأيام الصمت الانتخابي وبالحملة الانتخابية وبالعمليات الانتخابية ككل. قلت إلزام كل مترشح أو مثله أو الأحزاب التي تساند هذا المترشح وذاك، يعني المادة 75 تلزم هؤلاء وهؤلاء جميعا، وكذلك طبعا وسائل الإعلام تلزمهم جميعا بالامتناع والإقلاع عن أي حركة أو موقف أو عمل أو سلوك مهما كان طبعه غير مشروع أو مهين أو شائن أو غير قانوني أو لا أخلاقي طبعا، وكذلك الاستعمال السيء لرموز الدولة وغير ذلك. فهذه التدابير، هذه المسائل، هذه الضوابط القانونية المنصوص عليها في القانون العضوي لنظام الانتخابات، أقول إذا كانت جائزة، إذا كانت مسموحة بعض الشيء في الحملة الانتخابية، فإنها لا يمكن القيام بها خارج هذه الحملة الانتخابية، وذلك من باب أولى وأحرى. فالصمت أو الصمت الانتخابي يعني كما قلنا الإقلاع عن كل ما من شأنه أن يوحي بأن ثمة ترويج لهذا البرنامج أو ذاك، لهذا الخطاب أو ذاك، لصور هذا المترشح أو ذاك، و يعني الالتزام الجميع بكل ضوابط، سواء تلك المنصوص عليه بالقانون العضوي لنظام الانتخابات، أو في القانون العضوي المتعلق بالإعلام، أو في القوانين الأخرى كالقانون مثلا المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، أو بالقانون 23
19 المتعلق بالصحافة المكتوبة والإلكترونية، أو القانون 23/20 المتعلق بالنشاط السمعي البصري، أو بالقانون 20/05 المتعلق بالتمييز بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، أو بالقانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، أو بالقانون 05/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. وهنا ينبغي أن نشير بأن السلطة الوطنية لمستقبل الانتخابات لها أدوار مهمة في هذا الأمر وغيره من الأمور الأخرى في هذه المرحلة أو غيرها من المراحل الأخرى، ذلك أنها ملزمة بقوة الدستور لا سيما في مواده من 200 إلى 203، وكذلك ملزمة أيضا بموجب القانون العضوي لنظام الانتخابات بأن تظهر لزوما على أن تكون العمليات الانتخابية عموما وعمليات الحملة الانتخابية وعمليات الصوم الانتخابي والتصويت وما إلى ذلك، قلت أن تجري في ظل الهدوء والسكينة والأمن، وأن تكون الانتخابات بالتالي أو نتائجها ذات مصداقية، ذات شفافية، وذات نزاهة، نتائج يرضى بها ويقبل بها الشعب الجزائري لكونه صاحب السيادة، وهو من يمارس هذه السيادة بمقتضى الانتخابات. والشرعية هنا طبعا لابد كما تسري الشرعية الشعبية والشرعية الدستورية والقانونية، وأن نسعى جميعا لتقوية هذه الشرعية بحول الله لفائدة الجزائر، ومن خلال الجزائر طبعا رئيسها، لأنه سيمثلها داخل البلاد وخارجها، وسيجسد وحدة الأمة والدولة وغير ذلك. فإن الضوابط لا بد أن تحترم من طرف الجميع، أن تحترم من طرف المترشحين. أستاذ نعم أستاذ بودهان. نعم. هذه الضوابط والشروط والآليات والإجراءات والتدابير القانونية لمصلحة الجزائر، لمصلحة انتخاباتنا، حتى تكون مرة أخرى أقول حتى تكون شفافة وذات مصداقية ونزاهة، وفي ذلك تقوية للشرعية الشعبية والدستورية والقانونية للمترشح الذي سيفوز وستفوز بهذه الطريقة، بهذه الشرعية الشعبية والدستورية والقانونية. ستكون له الكلمة الفصل، سيستطيع اتخاذ القرارات بكل أريحية، لأنه بحول الله ومكرم بالقوة بالشعب، والشعب هو من يمارس هذه السيادة كما قلنا، وإرادة الشعب أو الشعوب من إرادة الله، وإرادة الله لا تؤخى. نعم. أستاذ بودهان. حاولت الإجابة على سؤالكم في الشق الأول، وقلت بأن الصوم الانتخابي ليس له تعريف قانوني، وفقط هناك في الحق اجتهاد فقهي، اجتهاد من قبل بعض رجال القانون عندنا، وكذلك بعض رجال السياسة، يعني أطلقوا عليه هذه التسمية الأيام التي تلي انقضاء الحملة الانتخابية، وقالوا بأن هذه الأيام تسمى أيام الصمت الانتخابي. أستاذ بحديثك عن مواقع التواصل الاجتماعي، يعني هناك مواقع تواصل اجتماعي، هناك تطبيقات كذلك لديها انتشار واسع عبر المواقع ولدى الجزائريين كذلك. هل من السهل ضبط هذه العملية؟ أقصد هنا مرحلة الصمت الانتخابي. نعم، سؤالكم وجيه وهادف ومشكورون عليه. نعم. إذا كانت وسائل الإعلام بمختلف أنواعها ورعاتها مجبرة على احترام الضوابط القانونية المتعلقة بالصمت أو الصوم الانتخابي، فإنني قلت إذا كانت هي ملزمة، لقد قلت بأن وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، فإن الجميع في الحقيقة
نطالب باحترام الضوابط التي كنت اشير اليها حتى تكون العمليه الانتخابيه، حتى تجرى العمليه الانتخابيه في ظل مستلزمات مساواة الجميع امام القانون، في ظل ان يكون هناك انصاف وعدل ومساواة بين المترشحين، ولا يمكن التشويش على الانتخابيه، لا يمكن صرف النظر للشعب الجزائري عن هذا المترشح لفائده المترشح الاخر، فهذا اجحاف، وهذا يعتبر لا مساواه ولا عدل في العمليه، لان العمليه الانتخابيه مبنيه على كما قلنا على المساواه والانصاف بين المترشحين. وهنا في الحقيقه وسائل التواصل الاجتماعي التي تريدون الاشاره اليها والحديث فيها اقول ملزمه باحترام الضوابط المتعلقه بايام الصمت الانتخابي. ويمكن التذكير هنا بان مصالح الجيش الوطني الشعبي المختصه ومصالح الترك الوطني وكذلك مصالح الشرطه لديها اجهزه مختصه في تتبع وملاحقه ان صح التعبير كل من يحاول الاخلال او التشويه الى جانب السلطه الوطنيه المستقله نعم او المس بمصداقيه وشفافيه ونزاهه العمليه الانتخابيه بالتنسيق طبعا مع السلطه الوطنيه المستقله للانتخابات، بالتنسيق ايضا مع سلطه السمع والبصري. وهناك اجهزه اخرى طبعا الى جانب ما المصالح التي ذكرناها. وينبغي في النهايه ينبغي هذا نداء اخوي للجميع حتى نلتزم كلنا بالضوابط الدستوريه والقانونيه والتنظيميه، ونساعد ان صح التعبير السلطات المختصه وعلى راسها السلطه الوطنيه المستقله للانتخابات للقيام بمهامها افضل قيام، حتى تكون مره اخرى اكرر هذا، حتى تكون انتخاباتنا ذات يعني في منتهى الشفافيه والنزاهه خدمه لسمعه الجزائر، وايضا ضدا لاي محاوله عبث بامننا واستقرارنا، لا سيما وان الاستحقاق الانتخابي هذه المره كما ذكرنا ونذكر دائما ياتي في ظروف متميزه، ياتي في ظل اجواء خاصه، ياتي في ظل تحديات كبيره وكبيره جدا، ان على مستوى دول الجوار او على مستويات اخرى. يكفي التذكير بما يجري الان عند جار السوء، جارنا المسمى بالكيان المخزني، لقد جاء بالكيان الصهيوني ومكنه بقاعده عسكريه وابرم اتفاقيه ذات طابع امني وعسكري. وهذا لا ينسينا الحديث كذلك عما يجري في ليبيا وعما يجري في 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 مالي والنيجر وغيرهما. طيب استاذ، هذا ناهيك عن التحديات الاخرى الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه والثقافيه، وكذلك رغبه الجزائر في ان تكون او نعم ان تكون الدافع القوي للاتحاد الافريقي وعن العرب، وخاصه طيب استاذ لما تواجدت استاذ فيما يعني استاذ بدهان، يعني لو نتحدث عن أهمية الصمت الانتخابي للهيئة الناخبة، أستاذ بدهان، نتحدث الآن في نقطة مهمة، أهمية الصمت الانتخابي للهيئة الناخبة. نعم الآن بعد سماعنا وبعد متابعتنا للخطب وللشروحات المقدمة التي قدمها المترشحون الثلاثة وممثليهم والأحزاب الداعمة لهؤلاء المترشحين، قلت بعد ذلك الآن نحن نستجمع المعطيات ونجري المقارنات بين برامج وخطب هؤلاء المترشحين الثلاثة، وسنستنتج من هو المترشح الأكفأ والأصلح والأفضل، من هو المترشح الذي قدم خطابا وبرنامجا نزيها وموضوعيا وصادقا، خطابا قابلا للتجسيد وخطابا وبرنامجا قابلا للتجسيد على أرض الميدان، خطابا وبرنامجا بعيدين كل البعد عن تلك الوعود
والاوهام والاحلام الورديه الكاذبه نعم. الفارغه. وآنذاك ستكون لدينا فكره وتكون لدينا قناعه تامه بان نصوت للشخص كما قلنا، للاكفأ والاصلح والافيد للبلاد والعباد، للشخص الذي يمتلك حقيقه وفعلا برنامجا في فائده الجزائر التي تستحق فعلا وحقيقه الشخص الذي توفر فيه المعايير والمقاييس والشروط والضوابط ان صح التعبير الدستوريه والقانونيه والسياسيه وغيرها من الضوابط الاخرى التي تؤهله لان يقود الجزائر ان شاء الله لتحقيق منجزات اخرى، منجزات اكثر لفائده الشعب الجزائري، لفائده الاقتصاد الجزائري، ولفائده الدوله الجزائريه برمتها. فاذا المعايير اعتقد انها واضحه، تتمثل في من يكتسب الخبره والتجربه اكثر، من يمتلك البرنامج القابل للتجسيد والتطبيق على ارض الواقع، البرنامج الذي يتوفر على اجال مضبوطه وعلى مدد محدده وعلى ارقام مضبوطه ايضا، وعلى أستاذ بودهان حتى يعني احصائيات دقيقه وامر معروف. فهناك برنامج يعني توفر فيه هذه المسائل التي ذكرناها، يعني ارقام و أستاذ. نعم أستاذ. أستاذ. نعم. بالتالي يصعب علينا ان نخضم مثل هذه البرامج، ويصعب علينا كذلك ان نصوت لمرشحيها. هذا دون التقليل ابدا، دون التقليل من شأن اي برنامج من برامج المترشحين الاخرين. فنحن علينا ان نقف على مسافه واحده، سواء قبل الحمله الانتخابيه او اثناءها، او بعد الحمله الانتخابيه اثناء هذه الفتره المتميزه الخاصه التي نمر بها، وهي فتره الصمت او الصمت الانتخابي. فعلينا فعلا ان نصف الجميع، وعلينا ان نقف كما قلت على مسافه واحده من الجميع، سواء كنا افرادا او احزاب او مؤسسات او هيئات او مترشحين او وسائل اعلام حتى. نعم. ووسائل الاعلام هنا مشكوره، وقفت يعني في الحقيقه أو نحن وقفت بإنصاف وعدل ومساواة أمام المترشحين. نعم. من حيث تمكينه نعم. من التدخلات. أستاذ بودهان. أستاذ بودهان. وساهمت في إنجاح العملية الانتخابية إلى حد بعيد وبعيد جدا، والآن ستلتزم معنا بحول الله مع المترشحين. نعم. سنلتزم جميعا بالضوابط التي كنت أشير إليها. نعم. وخاصة منها الضوابط التي السارية المفعول الآن فيما يخص مرحلة الصمت الانتخابي. نعم. المنصوص عليها لا سيما في المادتين، مرة أخرى أكرر، في المادتين 73 و74 وغيرهما من الأمر 2101 المعدل المتعلق بنظام الانتخابات. أستاذ بودهان. هذا ناهيك عن الضوابط القانونية الأخرى، وقد أشرنا إلى بعضها، ونتمنى أن نلتزم جميعا بحول الله بهذه الضوابط خدمة للأمن واستقرار الجزائر. أستاذ بودهان. بحول الله. نعم. نعم أستاذ بودهان، شكرا على كل هذه التوضيحات. أستاذ بودهان. أستاذ بودهان، شكرا على كل هذه التوضيحات. كنت معنا على المباشر عبر قناة إيكوزيوم. شكرا على كل هذه التوضيحات. إذا فاصل ولا نعود بحب. شكرا جزيلا لكم. فاصل ولا نعود. نعم. والتوفيق للجزائر كلها ولكل من أراد خدمة الجزائر، سواء عبر الانتخابات الرئاسية أو غيرها من المحطات المصيرية في حياة الجزائر.
خاصة لما يتعلق الأمر بظروف خاصة ومتميزة تمر بها الجزائر. والنجاح حتما سيكون لمن يملك، كما قلت وأكرر، يملك برنامج صادق موضوعي وهادف يخدم الجزائر دولة وشعب، حكومة وأفراد ومؤسسات وهيئات ومواطنين. شكرا أستاذ على كل هذه التوضيحات. شكرا. كنت معنا على المباشر عبر قناة إيكوزيوم أستاذ بدهان موسى، أستاذ بجامعة الجزائر 2 ومحلل سياسي. شكرا على كل هذه التوضيحات. شكرا. نعم. بارك الله فيك. عودة إلى بلاطو إيكوزيوم مباشر. أذكر مشاهدينا الكرام حاضر معي في بلاطو إيكوزيوم مباشر سيد حبيب أحمد، ناشط سياسي وجمعوي. أهلا وسهلا بكم سيدي من جديد. كما يحضر معي في بلاطو إيكوزيوم مباشر محمد حسن سعيداني، ناشط سياسي وجمعوي. أهلا وسهلا بكم. إذا عودة لك محمد حسن سعيداني، يعني تحدثنا قبل الاتصال بأستاذ بدهان أنكم قمتم بعدة خرجات يعني شعبية وحملات تحسيسية جوارية. كيف كان احتكاككم مع الشباب، خاصة وأن شباب اليوم أقولها في كل مرة شباب واعي، شباب مثقف، أليس كذلك سيد سعيداني؟ نعم تفضل. طبيعة الحال. نعم. شكرا مرة ثانية على الإضافة وإتاحتنا هذا المنبر من أجل عرض كل النشاطات، الزيارات والخرجات الميدانية. إذا من ناحية السؤال تاعك، كنا التمسنا في كل الخرجات الميدانية واللقاءات الجوارية وعي على ما أظن غير مسبوق إن وافقتني في الطرح. كان نقاش لأول مرة في صميم برامج المترشحين. كان نقاش على بناء في أغلب الأحيان، يناقش الجوانب الاجتماعية والاقتصادية أكثر. خاصة من ناحية اهتمامات كل الشباب، وهو ناحية الشغل. من أجل توفير مناصب شغل، الحد نقول الحد الأعلى اللي ممكن هنا في إطار كل ما تم. هنا كما قال الأستاذ طرح تاعو، كان توفرت كل الاستراتيجيات، كل الهياكل اللي ممكن تستعين بها الدولة في إطار توفير كل ما يخص خاصة طبقة أو فئة الشباب. هنا التمسنا، كنا في أغلب اللقاءات الجوارية أو احتكاككم مع الشباب. نعم. كل فئات شباب. إذا بحكم نشاطنا هذا التمسنا درجة عالية من الوعي، خاصة كما قال في آخر نقطة تكلم الأستاذ على الأمن. نحن نقول كل صاحب نعمة محسود، خاصة في ظل الوضع الحالي في كل حدودنا في كل الجهات غير مستقرة. لكن هنا في الجزائر استطعنا توفير الوسط المناسب من أجل توفير كل ما يهم الساكنة في كل المجالات. توفير عدد لا بأس به من السكنات في كل الأنواع والفئات اللي ممكن توفرت. هنا خاصة نحن نتكلموا أكثر على فئة شباب. كان توفر بعض الاستراتيجيات هنا، وخاصة نتكلموا على منحة البطالة اللي كانت متوسط الطبقة لا بأس بها، لكن دائما تكون كاينه بعض النقائص اللي ممكن احنا مع الوقت راح كل الصعوبات تذلل ويمكن هنا مراجعة ما سبق. هنا في إطار هذا النقاش تكلمنا على المرحلة اللي تزامنت مع الانتخابات، لأنها كانت هناك حملة انتخابية. الشباب لأول مرة نتكلم لأول مرة كان النقاش في صميم برامج المترشحين، وهذا اللي كان أبرز أكثر الوعي الشبابي لما يناقش بطريقة نقولوا طريقة أكاديمية، يكون الخطوات ما يجب أن يتوفر ما يجب أن يكون. وكان هناك حتى بعض الاقتراحات، كاين شفنا بعض خرجات المترشحين كانت هناك
طريقه تفاعليه اللي ما كانش متوفره في دول، حتى في دول اخرى. نعم نعم. كانت طريقه تفاعليه هنا في اوساط شبانيه شعبيه. نعم. كانوا بعض الشباب حتى ناقشوا كل المترشحين، وهذا ما يدل على نماء الوعي السياسي. وهذا نعم. هذا نقولوا الاوساط هذه توفرت عليها هنا كل الفئات قدروا يناقشوا بعض برامج اللي طلعوا عليها بعض برامج المترشحين. وهنا نلتمس انه المرحله القادمه تكون اكثر وعي. لهذا ننوه انه عبر كل ما سبق، انا اظن انه هنا سينجح الموعد القادم، موعد الانتخاب سينجح بحول الله. نعم. عن طريق كل ما سبق. نعم. في المعنى. نعم. سيد حبيبة أحمد، هناك وعي سياسي اليوم الحمد لله من قبل الشباب. ما هي الآليات التي اعتمدتم عليها من خلال احتكاككم سواء مع المواطنين أو حتى الشباب؟ أهم الآليات التي اعتمدتم عليها، تفضل. والله أختي أمينة، الاحتكاك المباشر بالشباب وتبسيط الأمور. نعم. الأخذ والعطاء. أنك تلحق له كما أشار الزميل محمد من قبل، تلحق له البرامج تاع المترشحين وتبسطها له على مستوى الفهم نتاعو. تلحق له بالنسبه للشيء اللي يهمه هو. الشباب اليوم ما نكذبوش لارواحنا، الشباب كما اشرنا سابقا ويعرفوها العامه والخاصه، الاهتمام تاعو هو برنامج سكني، منصب عمل. نعم. هذا هو بالنسبه لي، هذا هو المستقبل نتاعو. انت تلحقي الحق كشاب، جزائري، الحق في التعليم، الحق في السكن، الحق يعني. بارك الله فيك اختي. يعني نعم. بسط له الفكره وتشرح له باللي راهي الدوله راهي تجبل مساعي كبرى وجباره في هذه المجالين، راح يرتاح لك. وفي نفس الوقت راح يطرح لك الجمله من الانشغالات والامور العالقه في الذهن نتاعو، اللي احنا نحسبوها بمثابه مجموعه او جمله من الانشغالات اللي بدورنا احنا كفعاليه مجتمع مدني نرفعوها وندوها للجهات. احنا نقولوا ما نخصصوش مترشح معين، نهضروا باسم الدوله الجزائريه، نلحقوها للسلطات العليا. هاوش كاين، هاوش راهو يطلب منك الشاب الجزائري، وهاوش يستنى منك. احنا بعد 7 سبتمبر باذن الله ان شاء الله يتم تدارك النقائص ويتم باخذ بعين الاعتبار هذه الجمله الانشغالات هذه المتعلقه بمختلف شرائح الشباب الجزائري. نعم. نفس السؤال سيد. نعم. احنا كنا دائما نذكر خاصه مع انه مع درجه الوعي نمت على وقت سابق، والشباب أصبح هناك مشاركة في العمل السياسي والنشاط الجواري. كل الحملات يقودها شباب، سواء الحملات السياسية أو أبسط حاجة في الحي نتاعك يقودوا حملات النظافة أو أي حملات تشجير بشباب. هذا يدل على أن هناك وعي. توصل درجة مناقشة البرامج، هذا يدل على أنه يعرف ما له وما عليه. كل من يقدم واجب له حق. أكيد. أكيد. هنا كاين استراتيجيات اتخذتها الدولة وفقت بدرجة كبيرة، لكن تبقى هناك نقائص. هنا سيتداركها أصحاب القرار في القريب العاجل، وهذا ما يأمله كل شباب. نعم. لأنه شارك في فعاليات المجتمع المدني أو احتك مع طبقات السياسية، وحاول يكون فعال في كل فعاليات المجتمع. هذا نوع من الوعي، ونوع من أخذ عاتق المسؤولية وإيصال احنا نقولوا رسائل القواعد. احنا كنشطاء كممثلين كاين بعض الرسائل نقدروا نوصلوها، كاين رسائل في وقتها ممكن تظهر، ممكن حتى نقضوا على بعض الإشكاليات في طريق إعداد بعض الاستراتيجيات. سيد أحمد، خلال خرجتكم هل ربما التمستم اهتمام من قبل الشباب، يعني خلال احتكاككم معهم؟ والله هناك اهتمام نوعا ما فيما يخص تقرب إلى صناديق الاقتراع، فيما يخص الانتخابات يعني الرئاسية، هل هناك اهتمام؟
والله الشباب اليوم تشكلت عنده نوع من القناعة بأنه التغيير لا بد منه، وبأنه التغيير لا يصنع إلا بالصناديق الانتخابات. أكيد نعم. لا بد من التوجه إلى صناديق الانتخابات يوم 7 سبتمبر لإحداث التغيير، لأنه أختي أمينة والله التغيير إذا ما صنعناش حنا بنفوسنا ماهوش راح ما يجيش نعم. وحده هكا. أكيد. التغيير يا نديروه حنايا يا ما كاش. احنا من خلال احتكاكنا بالشباب هذو التمسنا منهم حاب التغيير، حاب يجدد، حاب يجدد، هو حاب يصنع حياته، حاب يجدد حياته. وهذا التجديد والله وهذه الصناعه وتحديث الحياه هذه راح يكون عن طريق ناس اللي عندهم غيره وعندهم حب لهذا الوطن هذا. احنا ان شاء الله كما اشرت سابقا الناس الشباب هذو راهم يستناو في التغيير، راهم يستناو وصلوا الرساله تاعهم الحمد لله، راهم وصلوها عن طريق النشطاء وفعاليه المجتمع المدني، والمقابل راهم يستناوه من اللي راح يكون بعد 7 سبتمبر ان شاء الله بحول الله. بإذن نعم الله. نعم. يعني يا سيد محمد حسن، يعني خلال خرجتكم يعني كمجتمع مدني هناك اهتمام من قبل الشباب؟ هناك اهتمام، نتكلم بنسب متفاوتة حسب الأوساط. أنكم رحتوا للساحات العمومية، رحتوا للمقاهي، رحتوا يعني لدار الشباب، يعني كيفاش تشوف يعني رد فعل الشباب وانتم تحتكوا بهم؟ نعم تفضل. كاين هناك قبول، وهذا القبول يترجم بالمشاركة. نعم هذا يترجم على أن هناك اهتمام، يترجم في قبول، مناقشة. هنا كنا في بعض الأوساط تصيب كل فئات، أو احنا نقول كل توجهات أو كل فعاليات الجوانب السياسية. لم يكن هناك نقاش ودي مع اختلاف كل التيارات. هذا يدل على أن هناك اهتمام، ولكن هنا من وسط الوسط يختلف هذا الاهتمام حسب درجة، دائما نتكلم عن الوعي، حسب درجة الوعي. هنا كل الفعاليات السياسية هناك اتصال تفاعلي، أخذ وعطاء كما أشار الأستاذ أحمد. هذا راح يترجم إن شاء الله يوم 7 سبتمبر بمشاركة قوية. كل فعاليات المجتمع والشباب بصفة خاصة يتكلمون على الموعد. هذا يدل على أن هناك اهتمام كبير بدرجات متفاوتة حسب كل فئة. نعم. وهذا إن شاء الله ما يترجم النقاشات، ودائما أتكلم عن النقاشات التفاعلية. حتى يوم اللي وين خرجوا على ما أعتقد أول مرة مترشحين خرجوا الأسواق الشعبية، كانوا استضافوا مع شباب، اتصلوا، كان هناك أخذ وعطاء، مناقشة. هذه المناقشات نعم. تدل على أن هناك اهتمام كبير. نعم. أنا أفسر على، لو وافقتني في الرأي، أن هناك اهتمام كبير، وإن شاء الله يكون تترجم في المشاركة بقوة يوم 7 سبتمبر بإذن الله. بحول الله. سيد حبيب أحمد، يعني فيما يخص أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية بحول الله يوم 7 سبتمبر يوم السبت بإذن الله، وضرورة التوجه إلى صناديق الاقتراع، يعني الكلمات اللي استعملتوها للمواطنين والشباب بغية المشاركة، بغية الذهاب إلى صناديق الاقتراع يوم السبت المقبل بحول الله، يعني حبذا لو تقولها لنا ويستفد منها المواطن الجزائري اللي راهو يتبع فينا عبر قناة إيكوزيون. تفضل. والله الأخت أمينة، احنا ركزنا على مجموعة من المحاور الأساسية. ركزنا على أنه صناعة التغيير لا تكون إلا بالمشاركة القوية، والمشاركة القوية إذا لم يتم صناعتها من طرف الشباب الجزائري مش راح يتحقق التغيير. إذا كان هناك عزوف وانقطاع عن العملية الانتخابية يوم 7 سبتمبر مش راح يصير تغيير. فإذا التغيير كن أو لا تكون. نعم. احنا دائما نستعمل عبارة احنا لازمنا نكونوا ولا ما نكونوش. نعم. انا كنا نقاطع وما نروحش ننتخب مش راح يصير تغيير صراحه. بصح انا كي نمشي انا راح نصنع التغيير بيدي، انا راح نساهم في الجزائر، في صناعه الجزائر الجديده، ما نخلوهاش مجرد شعارات. هذه
احنا لازم نجسدوه هذه من احنا كامل. انا عندي طموح، انا كشاب جزائري عندي طموح انه الجزائر نحق نوصلوا الى تجسيد مصطلح الجزائر الجديده على ارض الواقع. بصح كي نكون انا مقاطع، انا ما نمشيش نأدي حقي تجاه بلادي، مش راح تتحقق هذه مش راح نوصلوا، تبقى هذه مجرد صوره نرجسيه. صح كي نمشيو كمسؤولين لازم نحن نلعبوا دور المسؤول كامل، ما كان حتى واحد، كامل مسؤولين تجاه هذا الوطن، كامل مسؤولين. وواجب علينا يوم 7 سبتمبر كامل ندلو باصواتنا. ماكش مرغم انك تنتخب على الف او باء، لك كامل الحريه. احنا الهدف تاعنا من العمليه الاقتراع هذه وانجاح هذا الاستحقاق الرئاسي هو غلق الباب امام المتطفلين المتطاولين على الدوله الجزائريه. نعم نعم. سيد محمد حسن سيداني، نفس السؤال، يعني أثناء احتكاككم بالمواطنين والشباب، الكلمات اللي ربما تقنعوا بها المواطن حتى المشاهد اللي راهو يتبع فينا عبر قناة إيكوزيوم، بغية الذهاب بقوة لصناديق الاقتراع يوم السبت سبتمبر بحول الله، كيف يتم ذلك؟ يلا أمامك الكاميرا. في حق الأمر المهمة نتكلموا يعني ما كانش صعبة. لا، لم تكن صعبة بهذا. لما تلتمس وعي ونقاش هنا تستطيع أن تبرز دورك في حق الميدان. أنا أتكلم مع الناس على المشاركة. نعم. مشاركة بقوة من أجل إبداء الرأي وتوفير هنا ظروف أحسن. هنا النقاش راح يكون بأخذ وعطاء، النقاش تفاعلي. هذا ما يدل على أن المهمة لم تكن صعبة بشكل كبير، ولكن لما يكون أخذ وعطاء ونقاش هنا تكون المهمة نوعا ما سهلة، لأنك تستطيع إقناع من يأخذ ويعطي. نعم. يكون هناك نقاش، تستطيع أن تؤثر. ولو أنه بعض الشباب يقوموا بالمهمة بطريقة كما نقولوا هنا آلية، هما حابين يشاركوا بقوة من أجل إبداء رأي، وهذا الرأي هنا إن شاء الله سيكون يوم 7 سبتمبر. نعم. تكون المشاركة إن شاء الله بقوة. نعم. ما يبين هذا الوعي اللي تكلمنا عليه سابقا. نتمنى ذلك، ليس كذلك؟ هذا ما نتمناه يعني. إن شاء الله كل العوامل تقول بأن يكون 7 سبتمبر ستكون هناك مشاركة قوية بحول الله. هذا ما نتمناه إن شاء الله. نعم. يعني الأماكن اللي كنتوا تقصدوها، يعني بغض النظر يعني فيما يخص إقناع الشباب، فيما يخص المواطنين بصفة عامة، يعني الأماكن اللي كنتوا تقصدوها يوميا خلال الحملة الانتخابية يعني. والله لم تقتصر على مكان أو مكانين، بل تعمدنا حتى الولوج إلى أماكن. نعم. على غرار المقاهي، دور الشباب، الملاعب، وين وإحنا بالمناسبة في فترة عطلة صيفية وين تقام دورات رياضية. نعم. تعمدنا اللجوء إلى مراكز تجمع الشباب. قلت لك دور الشباب، الأحياء، المقاهي، وين كاين تجمع، وين نصيبوا تجمع شباني نمشيو ليه. احنا ما يهمناش العدد، انك تواسي تلحق الميساج تاعك الاكبر عدد. احنا انك تلحق تتلاقى مع مجموعه من الشباب، عدد بسيط يفوق 5 أو 10 شبان، هما بدورهم راح يوصلوا الرساله اللي وصلتها لهم انت. اكيد. تلتقي بهم وتلحق لهم رساله، هما بدورهم راح يخدموا نفس العمل اللي راك تسعى فيه انت، وهذا ما يعرف بالعمل الجواري. قمتم سيد محمد حسن سعيداني، قمتم ربما بتوزيع مطويات أو بعض. نعم. كان هناك قبول. هذا ما لاحظته لأول مرة على فترات سابقة. وكاين هنا نتكلموا على وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. هنا صفحات الفيسبوك تصيب تعليقات عبارة عن مناقشات بين من قبل الشباب نعم. وبعض فئات واسعة من المجتمع. هذا يدل على أن هناك وعي وأن نعم. هناك حس وطني حس مواطنة لدى كل الشباب، ونقاش محترم يتكلم على البرامج، على ضرورة المشاركة، على ضرورة التغيير وإحداث
إحداث حركية في أوساط الشباب من أجل تكريس الوعي، هذا الوعي السياسي وروح المواطنة لدى كل فئات المجتمع. يعني يا سيد أحمد، يعني عند بلوغ السن القانوني 18 سنة يعني لابد من المشاركة في الانتخابات، أليس كذلك؟ والله هذا واجب وطني. نعم. بلوغ 18 سنة عندك مجموعة من الواجبات كما لك مجموعة من الحقوق. من ضمن الواجبات اللي ينص عليها القانون الاقتراع. نعم. بلوغ سن 18 سنة لابد من المشاركة. نعم. وجوب المشاركة في الانتخابات، في العملية الانتخابية. تعليقك سيد؟ نعم، كاين حتى بعض الشباب في هذا السن حتى حاولوا يستفسروا ويسألوا أين أو كيف، ووجههم النشطاء أو كل من يلتقي بهم ويستطيع توجيههم إلى مكاتب أن يقومون بالتسجيل في الفترة المخصصة لذلك أو أثناء مراجعة القوائم الانتخابية، أو كانت هناك شريحة لا بأس بها قامت بالتسجيل، أو كاين اللي يسقساو بجهد شخصي، وكاين اللي توجهوا لهم النشطاء لما توصل للسن المعينة تستطيع التسجيل والقيام بحق، لأنه حق الاقتراع من حقوق هذا عن طريق توجيه هذه الفئات. وكانت العملية ليست صعبة بمستوى كبير، ولكن عندها قبول في أوساط أو هذه الفئة المقبلة على سن 18 سنة. سيد حسن، يعني لو نعود إليك، يعني كمجتمع مدني، هل كانت لديكم علاقة مع الجمعيات الأخرى وتواصل فيما يخص موضوع الانتخابات؟ يعني هل تواصلتم مع ولايات أخرى بغية تشجيع المواطنين، تشجيع الشباب، وقمتم بحملات يعني في مختلف ربوع الوطن، أم هنا على مستوى العاصمة فقط؟ لا والله كاين من خلال المنسقين الولائيين على مستوى 58 ولاية. نعم. كتنظيم احنا من خلال التنظيم اللي ننشطوا فيه المنظمه نعم. الوطنيه للشباب والشغل، عندنا 58 منسق على مستوى 58 ولايه. نعم. اكيد هذول الاخت امينه، هذول المنسقين الولائيين تاعنا هذو عندهم احتكاك مع باقي المنسقين الولائيين للتنظيمات والجمعيات الوطنيه الاخرى. راح يكون نعطيك مثال، احنا بالنسبه لبعض الولايات نعطيك مثال. نعم. ولايه تيارت، احنا عندنا مكتبنا على مستوى ولايه تيارت. نعم. ينسق مع اكثر من جمعيه، 3 جمعيات 4 جمعيات 5 جمعيات، وقاموا بعمليه تحسيسيه جواريه على مستوى الاحياء والقرى والمداشر وكذا. الهدف منها شرح البرامج. خاطر دوك احنا حبينا وكرهنا ان العمليه الانتخابيه او الحمله الانتخابيه جات في فتره عطله صيفيه. نعم. يعني بالفعل اغلب الناس كانت غايبه على متواجده على مستوى عطله. نعم. عطله الصيف. نعم. كل واحد وين يتجه. يخرجوا من الوطن، خرجوا ليتواجدوا في مناطق اخرى، تواجدوا في ولايات اخرى. نعم. احنا بالنسبه للمنسقين الولائيين تاعنا احتكوا بمنسقين ولائيين لتنظيمات وجمعيات وطنيه اخرى، وقاموا بعمليه تحسيسيه جواريه. وبين قوسين نركز على اختي امينه على نقطه تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي كان لها دور كبير. نعم. في عمليه التحسيس. سهل. نعم. والله كانت عمليه في الفترة بالخصوص في الفترة المسائية أو الفترة الليلية. كانت عملية اتصال ونقاشات كبرى تتم على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي. وكانت عملية تحسيسية نقدر نقول لك عملية ناجحة 100%. ونقدر نجزم باللي راهو أنهم قدروا يقنعوا أكبر فئة من الشباب الجزائري. وإن شاء الله تتجسد نجاح العملية أو الحملة الانتخابية يتجسد يوم السبت 7 سبتمبر 2024 بإذن الله. هذا ما نتمناه. نعم. نفس السؤال سيد محمد حسن سيداني. يعني نعم أخت أمينة، كنا دائما ما نحاول أن نمس أكبر عدد من القواعد الشبانية الموجودة عبر كامل التراب الوطني، الشمال، الجنوب، الشرق أو الغرب. نعم، خرجات ميدانية أو منسقين ولائيين موجودين. يعني كان هناك تواصل وعمل تشاركي مع كل التنظيمات أو الجمعيات أو
فعاليات المجتمع المدني عبر كل تراب الوطني. لدينا منسقين يقومون بكل الخرجات وهي عملية دائما أقول تشاركية مع كل المنظمات وفعاليات المجتمع المدني، جمعيات، كشافة إلى آخره. هنا لمسنا أنا قدرنا نوصل إلى أكبر عدد ممكن من القواعد الشبانية في كل الأوساط، دوائر، بلديات، مداشر. حاولنا والعملية نجحت في أغلب الولايات. الفئات اللي حاولنا اللي قدرنا نوصل ليها تمثل قواعد كل فعاليات المجتمع المدني أو كل منظمات الموجودة على التراب الوطني. حاولنا نوصل ليها، وصلنا بشكل نجحت العملية بنسبة حتى أقدر أقول 90%. وإن شاء الله يوم 7 سبتمبر سوف تترجم كل هذه الخرجات والأعمال إن شاء الله بمشاركة قوية في الانتخابات. سيد أحمد، مهمة صعبة نوعا ما في البداية والله حاجة كأول خرجة ليكم؟ والله احنا بحكم النضال تاعنا مش نضال جديد على كل حال. عندنا باع في هذا المجال بالنسبة فيما يخص الانتخابات الرئاسية 2024 كأول خرجة، هل المهمة كانت صعبة نوعا ما؟ والله اختي امينه احنا على كل حال ماهيش خارجين لانه جيل اخر اليوم. خرجنا في الموعد الانتخابي السابق 2019 خرجنا وتزامنت في فتره وباء كورونا والمشاكل اللي كانت صعوبات. نعم. يعني شباب 2019 ماشي هو شباب 2024. والله هنا نوافقك الراي. نعم. لانه اليوم الشباب كما سبق اشار زميلي محمد. نعم. الشباب اليوم واعي صراحه. وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت بنسبة كبيرة. كاين ممكن الناس يقول لك وسائل التواصل الاجتماعي راهي كان عندها نسبة من الضرر. لا، أنا نلاحظ بها بلي يعني فيها إيجابيات فيها سلبيات. عندها إيجابيات كبرى في الجانب. إذا نظرنا إلى الجانب السياسي أو الحياة السياسية، الشباب والله توعى بالنسبة للحياة السياسية بطريقة بشكل لا يوصف. نعم سيد سعيدان، احنا بحكم عندنا قواعد تواجدنا في الميدان عن طريق المنظمة الوطنية للشباب والشغل. عندنا تواجد في الميدان ليس بالبعيد وليس بالقريب. الناس تنتظر نشاطاتنا بشغف، ولما نخرجوا للميدان يستناونا، ما نقول يستناونا للشباب والناس، وهم اللي كانوا شركاء تاعنا في توعية الفئة هذه اللي تكلم عليها تاع سنة 2024. نعم، يعني فئة أخرى، يعني مقارنة بسنوات أخرى يصح القول. شاطرني الرأي سيد. وشاطرك الرأي بطبيعة الحال. أخت أمينة، وشاطرك الرأي. ولكن جيل 2019 مش هو جيل 2024، يعني شباب آخر بطبيعة الحال. نعم. ولكن خاصة قلنا مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي، يعني طبيعة الحال عندنا خلايا احنا إعلامية ومرافقين، حتى تقدر تكونوا مرافقين يشاركونا في هذه العمليات، يسهلون بعض من المأمورية. هنا الانقطاع هو لا يجب أن يكون هناك انقطاع، دائما متواجدين في الساحة عن طريق خرجات ميدانية، لقاءات جوارية، مساعدة في حتى حملات تشجير. طبيعة الحال عندنا خلايا، احنا من الخلايا ينشطوا دائما ما يساهموا في تعزيز روح المواطنة. نتكلم عن المشاركة في العمل الجواري الميداني، مرافقة. حتى نتكلموا على مرافقة جمعية المجتمع المدني، كافة فعاليات المجتمع المدني. أي نشاط نكون إذا ما كان نشاط أحادي يكون تشارك مع عدة جمعيات، أو هنا لتكريس كل ما هو مكفول من جانب القانوني والدستوري. دائما ما نكونوا متواجدين في الساحة، سهل نوعا ما المأمورية بمرافقة بعض الشباب من هذه الفئات اللي عندهم روح مسؤولية كبيرة جدا، سهل نوعا ما من المأمورية. وهذا ما دائما ما أقول يترجم إن شاء الله يوم 7 سبتمبر بمشاركة كل الفئات. هذا ما نأمله دائما بإذن الله. بإذن الله. سيد حبيب أحمد، يعني ربما هناك من الشباب اللي انضموا إلى الجمعية، ليس كذلك؟ نعم. عن طريق حدثنا أكثر. والله التنظيم تاعنا احنا على كل حال
من خلال قبولهم لأفكاركم ما تم يعني حديثه أثناء خرجتكم، هناك شباب ربما انضموا إليكم أليس كذلك؟ بالرجوع الى المجال اللي تخصصنا احنا في الكوتي. نعم. الكوتي تاع التشغيل. نعم. يعني التشغيل هو الانشغال، اهم انشغال لدى الشباب. نعم. المنظمه على كل حال تم تاسيسها في 21 اكتوبر 2015. ومن ذاك اليوم الى يومنا هذا عدد المنخرطين ما شاء الله عدد خيالي كامل. الحمد لله احنا مشينا بقينا كامل نلعبوا الدور تاعنا بشفافيه. مارسنا المطالب تاعنا. الشيء هذا اللي زاد من عدد المنخرطين اننا مشينا في المطالب الاجتماعيه والمهنيه تاعنا وحققنا النتيجه. النتيجه الحمد لله اللي كانت ما نقولوش بفضلنا احنا، بفضل ربي سبحانه وبفضل المخلصين في الوطن، في هذا الوطن. احنا اننا مشينا في مشروع الادماج من 2015 وحنا نطالبوا بادماج فئه عقود ما قبل التشغيل او جهاز المساعده الادماج المهني. والحمد لله مشات الدوله وتقبلت منا الملف تاعنا وتم ادماج كما اشرت سابقا اكثر من 700 الف طالب، اكثر من 700 الف مستفيد من هذا الجهاز. الشيء الثاني انك تقنع تقنع المنخرطين يمشوا في صفوف التنظيم تاعك اختي امينه بامور ماديه ملموسه. الشاب اليوم يطلب منصب عمل، يطلب منك انك تساعده تهون له امر. نعم. ترجع له عقد عمل، توقفوه، انك تسعى له انك ترجعه، يرجع له العقد العمل تاعو. شيء مادي ملموس. احنا مشينا هذول باه قنعنا الشباب وقنعنا الفئات الشبانيه كامل تنخرط في صفوف التنظيم تاعنا بالامور، بالوقفه، بالمرافقه والوقفه معه. نعم. يتقنع الشاب ويمشي معك. الحمد لله اليوم الشاب كي تحكي له او مشى معك وجربك وعرفك باللي راك راجل وباللي راك ما توليش عندك مبدا ما توليش عليه. نعم. اليوم كي تحكي له انت تقول له يا ودي احنا اليوم دينا حقنا، كنت طالب بالادماج، تم ادماجك في منصب عامل قار. الحمد لله. اليوم البلاد تطلب منك حاجه هي واجب على كل حال. اكيد. تطلب منك حاجه انك توقف معاها. على جلواش من اجل الحفاظ على اللحمه الوطنيه. احنا واش عندك تواجب يوم 7 سبتمبر تمشي تفوطي. يا اخي ما قالولكش فوط على فلان ولا فلان ولا علان، امشي فوطي، حط الصوت نتاعك، عبر على الصوت نتاعك وروح. والله العظيم اختي امينه مشينا حكينا لهم بهذه اللغه البسيطه اللي انا نحكوا بها، تقنعوا مش تقنع قلت له ما تقنعش كي جيتك انا، لا تقنع باللي راهي البلاد طلباتك اليوم، طلباتك الجزائر ما طلبتكش انا مشيت معك صح، مشيت معك ورافقتك وديت الشيء اللي كنت تحوس وتستنى فيه وتحوس عليه. اليوم البلاد تطلب منك حاجه بسيطه انك تروح تشارك وباه نسكروا واحد الباب ونسدوا الطريق امام مجموعه من الطفيليين المتطاولين. نعم. سيد محمد، اذا لعبتم دور كبير في انجاح هذه الانتخابات بحول الله. نعم. هذا جمعوي. نعم. طبيعه الحال من الواجبات الاساسيه لكل ناشط سياسي او مشارك في الحياه السياسيه او كناشط في الحركه الجمعويه، هنا يجب ان تشرح لكل القواعد اللي نتكلموا عليها الشباب اللي كنا قدرنا نوصلوا لهم في كل القواعد الشبانيه، ان تساهم في الواجب. هذا واجب وطني، وجب عليك ان تساهم. كل مترشح طرح برنامج، تقدر تناقش البرنامج، كل ما يعجبك تستطيع المشاركة أو هنا إيصال هذا المترشح الذي كان البرنامج سابقا قد أعجبك، أو تستطيع حتى أن تناقش ما لم يعجبك، خاصة كما كنا في أغلب المقاهي أو دور الشباب كنا نصيبوا نقاش تفاعلي يتكلم على أول مرة نتكلموا على هذه، يناقشوا كل ما هو مطروح من برنامج لكل مترشح على الساحة. وهذا يدل دائما نتكلم عليه، يدل على الوعي هنا. ومن جانب هنا ممارسة المواطنة، نتكلموا على برامج ما هو موجود وما ينقص هنا، وكل شباب كان عنده وعي وحاب يشارك بالرأي نتاعو. احنا
كنا نتكلموا على من هذا الجانب انه يكون تستطيع حتى المساهمه نعم برأي في طرحها في صندوق الاقتراع. نعم. وهذا ما يترجم على المترشح المقبول في الأوساط أو الشبانية أو أوساط الشعبية كافة. سيد حبيب أحمد، إذا لعبتم دور كبير في إنجاح الانتخابات بحول الله. سيكون إقبال ومشاركة قوية والذهاب بقوة إلى صناديق الاقتراع يوم السبت بحول الله. اكيد اختي امينه. الامر ما كان شاق شويه على كل نعم. حال. نعم. فيه نوع من التعب. نعم. خاصة فترة الصيف، يعني مع ارتفاع درجة الحرارة. الإشكالية كامل تكمن في أن الفترة نعم. عطلة صيفية بالفعل. والحمد لله احنا إن شاء الله تتجسد الشيء هذا يوم 7 سبتمبر. نعم. ومن هذا أستغل الفرصة من المنبر الإعلامي المحترم. نعم. نوجه رسالة ونأكد بأنه صناعة التغيير أو الحلم أي شاب جزائري بصناعة الجزائر الجديدة والجزائر الغد لا يكون إلا بالمشاركة القوية والفعالة يوم 7 سبتمبر 2024 بإذن الله. بحول الله يا رب. حبيب أحمد، كلمة أخيرة؟ والله الشكر موصول لقناة إيكوزيوم على الاستضافة وعلى هذا النقاش الفعال والحساس في هذه الفترة الحساسة. ودائما نأكد على نقطة أنه التغيير وصناعة الجزائر الغد والجزائر الجديدة لا يكون إلا بنا نحن كشباب. نعم. نعم. محمد حسن سعيداني، ناشط سياسي وجمعوي، كلمة أخيرة. أشكركم مرة ثانية على الاستضافة وإتاحة هذا المنبر الإعلامي المحترم الذي يتابعه العديد من فئات المجتمع ونشطاء الحركة الجمعوية. أشكركم مرة ثانية، وإن شاء الله يكون النجاح يوم 7 سبتمبر في صندوق الاقتراع. شكرا. نعم. مرة ثانية. يعطيكم الصحة. إذا كان حاضر معنا السيد حبيب أحمد، ناشط سياسي وجمعوي، وسيد محمد حسن سعيداني، ناشط سياسي وجمعوي. شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. نتمنى لكم بحول الله كل التوفيق، ونتمنى الخير والازدهار لبلدنا الحبيب الجزائر إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام الركن السياسي وختام برنامج إيكوزيوم لنهار اليوم 5 سبتمبر 2024. نهاية البرنامج إيكوزيوم يخدمكم غدا الجمعة بحول الله في الفترة المسائية زميلي حسين خنطر، وفي الفترة الصباحية تخدمكم زميلتي حورية زبيري. أما أنا ألقاكم بحول الله يوم السبت. شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة. في أمان الله. ألقاكم بعد الفاصل في النشرة الرئيسية.